لاستتباب الأمن في مناطق شمال وشرق سوريا، اتجهت المنطقة نحو التطوير في كافة المجالات، ومنها المجال الصناعي، حيث تم افتتاح العديد من المعامل في شمال وشرق سوريا، والتي كان لها أثر مهم في دعم الإنتاج المحلي. ويعتبر معمل شركة زاب لأكياس الخيش من المعامل التي افتتحت في ناحية تربسبي قبل 3 أعوام، وبجهود ذاتية يسد المعمل اليوم جزءا من احتياجات المنطقة من الأكياس، كما ويعمل فيه حوالي 12 عاملا وعاملة. ويتضح في المعمل بصمة واضحة للنساء اللواتي ومن خلال عملهن في المعمل استطعن كسر حاجز بقاء المرأة في المنزل والاعتماد الذاتي على أنفسهن، ومنهن أمل المخلوف، والتي تحدثت عن عملها في المعمل لإذاعتنا قائلة: أمل فاضل خليف، بشتغل في معمل الأكياس منطقة تربسبية. احنا هون 7 بنات و4 شباب إداريين، وعم نشتغل معمل الأكياس صار لي فترة 3 سنين، ومرتاحة بالشغل، ومعانا هيك يعني حبابين ومحترمين، وعم ننتج أكياس لمعملنا، للمطاحن، لغير مجال، بالعكس احنا نستفيد وغير مناطق يستفيدوا، وهالمعمل فتح فرص عمل كتير. نتمنى انه اكثر واكثر يفتحوا معامل اكثر مشان هالعالم تستفيد وهن يستفيدوا. بالعكس هاي شغله كويسه للمرأة، انه تعتمد على نفسها، تاخذ مصروفها بايدها وتعطي لغيرها، احسن ما انه تروح انه تاخذ من حدا. بالعكس هاي قوه إلها وتقوى اكثر واكثر. بالعكس هاي شغله كويسه. يعتبر المعمل فرصة للنساء لإثبات شخصيتهن الاجتماعية، كما وتقول إحدى العاملات في معمل الأكياس نعيمة حبيب: اسمي نعيمة على حبيب، وعم اشتغل هنا بمعمل السيكو، والحمد لله يعني صار لنا 3 سنين احنا نشتغل يعني ماشي، يعني اول باول قامت تتحسن احوالنا، قبل كنا قاعدين ما كنا نشتغل، والحمد لله فعلا كنا نشتغل قامت تتحسن احوالنا. طبيعتنا ابوي وامي مرضانين قاعد نصرف عليهم مساجين. والله فرق كثير، هسه قبل كنا وين، هسه الحمد لله شوي شوي قامت تتحسن. لا والله الحمد لله، يعني البنت الحرمه والبنت تتكل على حالها وعلى الشغل تصير يعني تسوي حالها الحمد لله. والله ما شاء الله كنا نتحسن يعني. إن الاعتماد على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من أولويات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويتطلع أهالي المنطقة إلى افتتاح المزيد من المعامل والمصانع التي تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية لسكان المنطقة.